شوبير يعلق على اعتذار رئيس الاتحاد الفرنسي لزين الدين زيدان. انظر ماذا قال. إليكم التفاصيل كاملة بهذا الفيديو، بس خلينا قبل ما نبدأ بالمشاهدة يا ريت ما تنساش إنك تصلي على النبي محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وإن كنتم محبي ومشجعي لزين الدين زيدان ففضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان نقدر نوصل لك كل جديد. هيا بنا. علق الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق على اعتذار رئيس الاتحاد الفرنسي على تصريحاته ضد زين الدين زيدان. قال الإعلامي أحمد شوبير رئيس الاتحاد الفرنسي قال إنه كان تصريحا غبيا وتسبب في سوء فهم، وأن زين الدين زيدان يعرف جيدا التقدير الدائم الذي أقدمه له مثل بقية الشعب الفرنسي. وقال أحمد شوبير شوفوا يا جماعة، لما يكون عندك أسطورة الناس بتحافظ عليها ازاي، حتى اللعيبة تحت قيادة ديشامب بيدافعوا عنه. وأكمل شوبير في الأرجنتين الجماهير تعشق مارادونا رغم كل زلاته، وفي كأس العالم الأخير صوره كانت منتشرة بشكل كبير. وفي البرازيل أعلنوا الحداد 3 أيام على وفاة بيليه. هكذا تحترم الرموز والأساطير. وقال لوغاريت رئيس الاتحاد الفرنسي في تصريحات له أن تدريب زيدان لمنتخب البرازيل لا يعنيه، كما أكد أنه لم يتواصل مع زيدان لتدريب منتخب فرنسا ولم يفكر في ذلك على الإطلاق. وبكده يبقى انتهينا من الفيديو. وإن كنتم محبي لزين الدين زيدان ففضلا وليس أمرا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس علشان نقدر نوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.